اول شيء طبعا عندي كيلو الا ربع لحم مفروم، ويجيبوا لحم غنم وفي دهون زياده عشان الطعم يطلع صح. حطيت زيت زيتون وحين بنقلبهم لين شويه ينطبخ، وحاولوا فككوا اللحم المفروم عن بعضه. طبعا عندي هنا نص ملعقه صغيره فلفل اسود، نص ملعقه صغيره بابريكا، وملعقتين صغار بهارات شاورما اللحم. هذه جدا ضروريه عشان النكهه تكون صح عندكم. طيب عندي هنا بصل ناقعتنا مع تقريبا نص حبة ليمون، عصير ليمون، وملعقة كبيرة سماق. راح أصفي الليمون فوق اللحم، ما راح أحط البصل الحين، طبعا استخدم البصل العادي مش الأبيض، زائد راح أحط بعد عصير ليمونة فوقه. وطبعا لا تنسوا الملح ولا تكثروا ملح لأن في مخلل راح نحطه الحين. زين راح نحط ملعقتين كبار خل أبيض. خلص اللحم طبخ عندنا عدل. الحين راح نحط البطاط. قف مي رنجينا مخلل. عندي حبة بطاط مقلية، تقصصوها شي بهالطريقة صغيرة ومقلية. وعندي ثلث كوب مخلل خيار. انزل وبقدونس، قف مي بقدونس رنجينا. وعندنا نص كوب بقدونس والبصل. وحين نقلب. شوفوا لي ما أحلى ألوانها. بس يعني الكل الحين يعرف كيف يحشي السمبوسة. تسووا هاي القطعة هالشكل، يعني تشي وتحشوها. تعالي ايتها الخلطة، ليش رايحة بعيد؟ تعالي تحشوها عدل، ترسوها. انا احب السمبوسة بنات تكون متروسة، مو بحلوة فاضية. بهاي الطريقة تتفجر بعد من كثر ما حشيناها. ونلفها. وطبعا هاي الطرف احنا نحط شي وخلصنا، ونسكرها. شايفين ما احلى؟ خلاص خلصنا. نفس الشيء التفريز، تحطوا تحتهم فوطة وفوقهم نايلون ولين يتجمدوا وتوزعوهم بالاكياس او بالعلب. يلا تعالوا نقليهم. طبعا لما تقلوا السمبوسة لازم الزيت يكون متوسط، ما يكون وايد حار بتحترق معكم، ما بتستوي ذهبية. يلا نقليهم وأردلكم. وبس الله يسلمكم. شي سمبوسة الشاورما، شاورما اللحم صارت جاهزة. طبعا سويت صوبها صوص الطحينية، راح اكتب لكم مقادير صوب الصوص الطحينية. جميل جدا، كل ما تسووها سووا هذا وياها، وايد حلو. انا ما سويته وياكم لان عندي اوريدي بالثلاجة. يعني تشوفها من داخل. صراحة تفوز لذيذة. وبس ودمتم سالمين. يومي.